دي الحلقة التانية من مسلسل It Welcome to Derry الجديد، وتقدروا تشوفوا باقي الحلقات أول بأول على القائمة أو بلاي ليست تحت في وصف الفيديو. وبس كده، يلا بينا. بتبدأ الحلقة معانا بعد ما مات يتحول لقاتل في السينما، وبعت كائن متوحش قضى بيه على كل أصدقائه من غير أي رحمة ولا ذرة شفقة خالص، وبنشوفه قتلهم كلهم ما عدا ليلي اللي بتصحى من النوم مفزوعة جدا بعد ما تعافت من الصدمة والإغماء اللي جالها. وبعدها بنروح لروني اللي طبعا بنت الحارس بتاع السينما واللي اسمه هانك جروغان، واللي نجت من الحادثة، وبنشوفها بتسمع أبوها وهو بيتكلم مع أمه، واللي بيقول لها إن الشرطة بتحاول تطلع أي دليل علشان يقبضوا عليه. وبنعرف إن الشرطة لبست تهمة ماتي اللي اختفى في أول المسلسل، لا وكمان دلوقتي الأطفال اللي ماتوا في السينما، لأنه الحارس بتاع السينما اللي بنته دخلت الولد فيها وملهوش ذنب. وفعلا بنشوف الشرطة تحت البيت بتاعه مستنين أي حاجة تدل على إنه فعلا الفاعل، وبيتلككوا له. وبنعرف إن الوقت ده العنصرية كانت في أمريكا ضد السود هي اللي سايدة ومنتشرة جدا وما انتهتش لسه. وبعدها بنروح للرائد هان اللي بيستقبل ابنه ومراته اللي جم لبلدة دري علشان يستقروا معاه بعد الغياب الطويل عنهم بسبب الحرب اللي كان فيها، وهيعيشوا سوا أخيرا. بس بنشوفهم في عدم قبول من الناس ليهم، وطبعا فهمنا ده بسبب ايه. وبنرجع لمدرسة دري بعد الأجازة، وبنلاقي صديقة ليلي مارجت بتحاول تعمل صداقة مع البنات اللي في المدرسة، بس طبعا محدش متقبلها. بس فجأة بنشوف روني رايحة لليلي، وطبعا بيقولوا ان ازاي ليها عين تيجي المدرسة، وان ابوها هانك جروغان حارس السينما قتل الأطفال. وبكده انتشرت الإشاعة جدا لدرجة انها صدقت كمان. وبعدها بنروح للفصل وبنلاقي ان مارجت بتحاول تتقرب من ليلي تاني، وبتقول لها تبعد عن البنت روني علشان تنضم لتيم البنات في المدرسة. فطبعا ليلي بتنصدم وبتقول لها انا اصحابي ماتوا قدام عيني، انت بتفكري ازاي؟ وباين جدا ان البنت دي مش طبيعية في تصرفاتها. وبعدها والمدرسة عمالة بتشرح، فجأة بنلاقي ان ابن الرائد هان بيدخل الفصل واللي اسمه ويل، وباين انه بينضم للمدرسة جديد والفصل ده مع الطلبة. بس لما بيجي يقعد فجأة بيشدوا الكرسي من تحته وبيقع وبيضحكوا عليه العيال. بعدها بنروح للرائد هان وبنكتشف ان الجماعة اللي هجموا عليه بالليل منهم ماسترز اللي اعترف على طول انه عمل كده بدافع العنصرية. وده بنلاقيه في كذا لقطة بعد كده، زي مرات هان اللي كانت ماشية في البلدة وكله مستغربها وعليهم نظرات غريبة، بالذات لما انقذت ولد من الضرب على ايد متنمرين، وكله اتفاجئ من ده وكأنه غلط تعمل كده وانها تدافع عن ولد بيتعرض للتنمر. وبنرجع لروني اللي بتبقى نايمة وسامعة ابوها وجدتها بيتخانقوا برا، وبتحاول تنام منهم، بس فجأة بتكتشف انها وهي نايمة في بطن امها وبتحاول تموتها وبتشدها في الكابوس. وبنعرف ان ام روني ماتت وهي بتولدها، بس فجأة بتصحى من الكابوس وابوها هانك بيجي يطمنها على طول. بعدها بنشوف قائد الشرطة قاعد في خمارة، فبيقولوا ناسه بيطلبوا منه انه يسجن هانك جروغان وان الناس عاوزين يخلصوا من القضية دي. بس طبعا قائد الشرطة بيقول ان القضية بتاعت هانك لسه ما اتقفلتش وان معاه دليل انه ما كانش هناك، وطبعا الدليل ده هي البنت ليلي اللي كانت هناك وما اعترفتش عليه. بس بنشوف اللي بيطلبوا دول مش مهتمين بالموضوع اساسا، وان العنصرية مكملة معانا. بعدها بنرجع للمدرسة واللي بيحجزوا فيها البنت روني بعد ما غلطت بصوت عالي في ليلي لانها رافضة انها تشهد باللي حصل في السينما، وان ابوها جروغان بريء. بس بنلاقي ليلي بتقول انهم هيدخلوها مصحة ومش هيصدقوا اللي حصل هناك. وفي نفس الوقت بنروح لابن القائد هان واللي اسمه ويل اللي كان قاعد في الطرقة واترمى عليه قنبلة دخان فيها ريحة بشعة جدا، وبعدها جري من الخوف وخبط في المديرة اللي رمته في الحجز على طول مع روني لوحدهم. وبنشوف مدرسين طبعا مركزين جدا معهم، بالذات دونا عن باقي الطلاب الباقيين اللي شكلهم ملايكة، وسبحان الله ما فيش غيرهم سمر في المدرسة. بعدها بنشوف ليلي بتروح الشرطة عشان تعترف باللي حصل، بس طبعا القائد مش بيصدقها، خصوصا انها كانت في مصحة قبل كده بعد موت ابوها ومرت بحالة نفسية صعبة خلتها تروح للمصحة دي، وبيهددها انها هترجع للمصحة لو ما اعترفتش ان ابو روني كان هناك يومها وقتل الولاد. فطبعا بعد ضغط رهيب عرف يجبرها انها تعترف ان ابو روني كان هناك. بنشوف الشرطة بتقبض على هانك جروغان ابو روني، واللي فهمت على طول روني اللي حصل وراحت جاري على بيت ليلي علشان تواجهها طبعا. بس هناك ليلي ما عرفتش تواجهها وتقول لها الحقيقة وبتهرب منها. بعدها بنرجع لهان اللي راح للسجن عشان يزور ماسترز ويختبره انه هو اللي هجم عليه ولا لا، وعمل له اختبار ذخيرة للسلاح وفشل فيه، فتأكد انه ما كانش معهم يومها. بس بعدها بيروح للقائد وبيطلب منه يطلع ماسترز لانه بريء، بس القائد بيقول له مش هقدر اقول لك
عن اللي عمل كده، وبنفهم ان القائد هو اللي دبر للموضوع ده والهجوم علشان يختبروا قوة تحمل هان. وطبعا هان بيسمع الكلام ده وبينصدم جدا. بعدها بنرجع لليلي اللي كانت بتتسوق في السوبر ماركت، بس بنلاقيها هناك بتسمع أصوات غريبة بتنده عليها والناس مركزة معاها، وخيال كل شوية بيجيلها، وبتتفاجئ بصور صحابها اللي ماتوا قدامها. وفجأة بتكتشف برطمانات المخلل اللي فيها بيطلع أبوها متقطع وبيظهر بصورة مرعبة جدا، وبتجمع قدامها وبيخوفها وتموت من الرعب. بس بتفوق من الكابوس وبتلاقي إن كل ده حلم، بس في الحقيقة كسرت الدنيا. وبنرجع لهان اللي القائد بياخده على المخزن السري اللي في المعسكر، وبيكتشف هناك إن الجيش الأمريكي بيشتغل على السلاح الرعب واللي هيواجهوا بيه الروس وقتها والكوريين. وبيطلع إن هدف المعسكر اللي في ديري ده بسبب إنه مدفون فيها السلاح ده وشغالين حفر عليه. وفجأة بيجيله خبر إنهم وصلوا لحاجة عن السلاح وبيروحوا يشوفوه. في نفس الوقت بنروح لليلي اللي أمها بتاخدها على المصحة النفسية اللي كانت فيها قبل كده. بنشوف ليلي بتترجى أمها عشان ما تدخلش فيها تاني بس ولا الهوا، وفعلا أمها بتدخلها للمصحة. وفي نهاية الحلقة بنروح لهان اللي بيوصل مع القائد لموقع الحفر، واللي لقوه هناك مفاجأة بيطلع عربية من تحت الأرض وبنشوف جواها هياكل عظمية موجودة. وطبعا الكل متفاجئ ومصدوم جدا. وبس دي كانت نهاية الحلقة الثانية من مسلسل It Welcome to Derry. شاركنا برأيك في التعليقات عن العربية اللي اتلقت في نهاية الحلقة والهياكل العظمية الموجودة فيها، وأصلها بترجع لمين في رأيك. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتتابعوا مسلسل It Welcome to Derry حلقة بحلقة في بلاي ليست أو قائمة في وصف الفيديو هينزلوا فيها دايما بإذن الله. وبس دي قناة يلا أفلام، بس كده، سلام.